السلام عليكم متابعينا الكرام، السلام عليكم طلابنا الأعزاء. بعد ما نشرنا نتائج القبولات المركزية الجامعات العراقية للصف السادس إعدادي بكافة فروعها، إليكم هذا الخبر العاجل والحصري، وهو أن التربية تحدد امتحانات الدور الثالث لمرحلتي الثالث متوسط والسادس الإعدادي. وجاء الخبر أنه الامتحانات تبدأ يوم الأحد الموافق 3 من شهر كانون الثاني لعام 2021، يعني 3/1، وتستمر لغاية يوم الأربعاء المصادف 13/1، ومن ضمنها أيام السبت. ويتم تحديد الجداول الامتحانية من قبل إدارة المدارس. من حق التلاميذ والطلبة أن يؤدون الامتحان بغض النظر عن عدد المواد الراسبين فيها، شرط أن تكون لديهم أرقام امتحانية وأسماءهم موجودة في نسخ نتائج الدور الثاني. أكو طلاب ما امتحنوا دور ثاني ما يحق لهم يمتحنون دور ثالث، بس اللي امتحن دور ثاني يحق له يمتحن دور ثالث. إلزام جميع إدارات المدارس بالتقييد التام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي حفاظا على سلامتهم من وباء كورونا. طبعا الامتحانات ستجري أثناء الدوام الرسمي. هذا الخبر خبر مهم. طلابنا الكرام، طلابنا الأعزاء، اللي امتحنوا دور ثاني وما وفقوا بالحظ أو أجلوا مادة أو مادتين يقدرون يمتحنون دور ثالث. الذين يمتحنون دور ثاني ما يحق لهم يمتحنون دور ثالث. وإن شاء الله التوفيق لجميع طلبتنا الأعزاء والسلامة للجميع، ولا تنسونا بالدعاء والاشتراك بالقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.